الدوري المصري. معايا 3 ماتشات في الدوري المصري في الجولة رقم 18، وفي كمان الدوري الأوروبي البطولة اللي بيشارك فيها فريق ليفربول، ومعايا الدوري السعودي فريق نادي الخليج اللي بيشارك في صفوفه، اللي بيلعب في صفوفه محمد شريف. دي طبعا كل الحاجات اللي انا هتكلم عليها النهارده، بس ان شاء الله النهارده بالليل هعمل لكم حلقه هتكلم فيها طبعا عن مباراه النادي الاهلي ومباراه هتكلم فيها عن مباراة النادي الأهلي ومباراة مازيمبي الكونغولي اللي هتلعب بكرة. هقول لكم على موعد المباراة، توقيت المباراة يعني هتلعب الساعة كام، وهقول لكم تاريخ مواجهات النادي الأهلي ونادي مازيمبي الكونغولي، وهقول لكم على التشكيل المتوقع إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما أبدأ معاكم يا ريت ما تنسونيش باللايك، عايز أوصل بالفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات، والاشتراك في القناة ده شيء أساسي، عايز أوصل ل1000 مشترك. نخش بينا بقى على طول على على أخبارنا النهاردة. طبعا اول حاجه معانا الدوري المصري 3 ماتشات. اول ماتش معانا سيراميكا كليوباترا ونادي الاتحاد السكندري يتعادلوا مع بعض بنتيجه 1-1. كده نادي سيراميكا كليوباترا عنده من الرصيد 24 نقطه في المركز السابع من 17 مباراة. أما نادي الاتحاد السكندري بعد هذا التعادل عنده 28 نقطة في المركز الثالث ولعب 17 مباراة. المباراة التانية معانا نادي الإسماعيلي ونادي زد، ونادي زد كسب نادي الإسماعيلي بنتيجة 2-1. كده نادي زد بعد هذا الفوز ارتفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس ولعب 18 مباراة. أما نادي الإسماعيلي بعد هذه الخسارة يبقى رصيده عندي 18 نقطة في المركز ال 14 ولعب أيضا 18 مباراة. المباراة الثالثة معانا في الدوري المصري فيوتشر وفاركو. قدر نادي فيوتشر يفوز على نادي فاركو بنتيجة 2-0. كده نادي فيوتشر عنده من الرصيد 24 نقطة في المركز الثامن ولعب 16 مباراة وفاضل له ماتشين مؤجلين. أما نادي فاركو بعد هذه الخسارة يبقى رصيده عند النقطة يبقى رصيده عند النقطة 12 في المركز ال 16 ولعب أيضا 16 مباراة ولسه فاضل له ماتشين مؤجلين. ده بالنسبة للدوري المصري. نخش على طول على الدوري الأوروبي ومباراة نادي ليفربول ونادي أتلانتا الإيطالي في الدوري الأوروبي. مباراة الذهاب كانت على أرض ليفربول وأتلانتا كسب ليفربول على أرض ليفربول 3-0. ومباراة العودة كانت على أرض أتلانتا ونادي ليفربول كسب بنتيجة 1-0. بس طبعا الهدف ده لا يكفي لأن نادي أتلانتا كسب نادي ليفربول 3-0 على أرض ليفربول. كده ليفربول يغادر هذه البطولة وطلع من بطولة الدوري الأوروبي. آخر حاجة معانا بقى الدوري السعودي. نادي الخليج السعودي اللي بيلعب في صفوفه محمد شريف كانوا بيلعبوا نادي التعاون وتعادلوا مع بعض بنتيجة 1-1. نادي التعاون طبعا اتقدم بنتيجة 1-0، ونادي الخليج تعادل مع نادي التعاون في آخر دقيقة من المباراة، وكان هدف عكسي مدافع نادي التعاون هو اللي أحرزه في مرماه. كده نادي الخليج بعد هذا التعادل عنده من الرصيد 35 نقطة في المركز ال11 من أصل 18 فريق في الدوري السعودي. أما بالنسبة لنادي التعاون عنده من الرصيد 48 نقطة في المركز الرابع في الدوري السعودي، وأنا شايف إن ده يعني ترتيب كويس قوي في الدوري السعودي في ظل الفرق بصراحة الكويسة قوي في الدوري السعودي. وبكده اكون خلصت معاكم نهايه فيديو النهارده. ما تنسوش النهارده بالليل ان شاء الله هقول لكم على مباراه النادي الاهلي ومازيمبي، هقول لكم على موعد المباراه وتوقيت المباراه، هقول لكم على تاريخ المواجهات النادي الاهلي ومازيمبي الكونغولي في افريقيا، وهقول لكم على التشكيل المتوقع بعد طبعا التشكيل الغريب قوي اللي مارسيل كولر طبعا نزله في نادي الزمالك. فطبعا انا بنقبل ان شاء الله ان مارسيل كولر طبعا يكون موفق في التشكيل في المباراه ديت باذن الله، ويكون حالفه الحظ في التشكيل باذن الله. اوكي اكون خلصت معاكم نهايه فيديو النهارده. اتمنى من اي حد يشاهد الفيديو لحد دلوقتي يا ريت ما يبخلش عليا باللايك والاشتراك في القناه. يا جماعه الاشتراك في القناه عايز اوصل ل1000 مشترك. والسلام ختام.